ده الدكتور رائد صاحب مكتب استشاري. مكتبه بيقدم في مناقصة كبيرة وبدأ العرض، وبدأت في مستشفى 57 زيارة وزير خارجية كندا، وافتكر كل اللي في المستشفى. السيدة باتريشيا برودون، الممرضة الكندية اللي عاشت 18 سنة بعيدة عن بلدها علشان تخدم أطفال السرطان في مصر وساهمت في بناء 57. والدكتور مارك كيران، العالم الكندي أمين صندوق ECN بأمريكا، اللي بتساعد برسومات توسعات 57 وبتوصل لنا المساعدات والأدوية لأطفال 57. دكتور مارك له إسهامات كبيرة في البحث العلمي في 57 ودور كبير في زمالة معهد دانا فاربر ب 57. وكان فريق الIT في 57 حقق للمستشفى لقب أول مستشفى رقمية بتعمل بنظام سيرنر يحفظ الداتا والمعلومات، علشان دول أساس البحث العلمي اللي بيخدموا ولادنا. ومع كل نقاش من فريق مكتب دكتور رائد والعملاء، كان دكتور رائد بيدوس بإيده على موبايله يبعت رسالة تبرع ل 57 مرة بعد مرة زي ما اتعود علشان العرض ينجح. وفي اللحظة دي كانت بطلة مصر نور الشربيني بتزور مستشفى 57 وبتقدم وقف خيري للمستشفى وتهدي أولاد 57 البطولة. وبدأت حملة استخدام السلم اللي بيقوم بيها كل العاملين في 57 علشان يوفروا الأسانسير للمرضى اللي بيتعالجوا واللي خفوا وبيجوا يتابعوا، وعددهم بيزيد يوم عن يوم. وانتهى عرض مكتب الدكتور رائد وفاز بالمناقصة، وبعد توقيع العقد وقع دكتور رائد شيك تبرع ل 57 زي ما اتعود مع كل مشروع يكسبه. كل قلوب محبي النجاح اتجمعت وشاركت 57 نجاحها اللي بيكبر يوم بعد يوم. والنهارده بنكمل النجاح بتوسعات مش هتخلي طفل عيان في مصر إلا وله مكان في 57. مؤسسة مستشفى 57 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة.